بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة. والحمد لله هزمت فرنسا وعاد الرئيس الفرنسي ماكرون حزينا إلى بلاده يجر أزيال الخيبة بعد أن كان يريد أن يتوج هناك. وأيضا من اللفتات الجميلة جدا والتي أثارت جدل على مواقع التواصل الاجتماعي هو قيام أمير قطر بإلباس العباءة العربية للاعب الأرجنتيني ميسي. هناك طبعا من يكرهون الإسلام والمسلمين، قالوا كيف يرتديها، اعتبروها تنوع ثقافي ولا أي حاجة. ما اللي بيذهب إلى إفريقيا بيرتدي ريش وبتاع ويقولوا شيء رائع وعظيم جدا، فما المشكلة أنه يرتدي زي عربي؟ تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ أولا من الديوان الأميري القطري. نشر مجموعة من الصور لتسليم ميسي لكأس العالم وارتدائه للعباءة العربية، وهنا طبعا ماكرون كان يقف بجوار أمير قطر. والديوان الأميري القطري نشر سمو الأمير يتوج منتخب الأرجنتين لكرة القدم الفائز ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 على منتخب فرنسا لكرة القدم في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل. هنا حضراتكم أمير قطر وهو يقوم بإلباس ميسي بالعباءة العربي، وطبعا هو واضح أن ميسي تائه في المسألة. هنا زاوية أخرى لأمير قطر وهو يقوم بإلباس ميسي اللباس العربي. هنا أمير قطر وهو يعلم ميسي كيف يرتديه، طبعا ميسي تائه في وسط اللباس هنا أيضا صورة من زاوية أخرى لأمير قطر. هنا اللاعب المصري محمد أبو تريكة كتب: شكرا قطر، شرفتونا ورفعتوا رأسنا أمام العالم، مبروك الأمير ميسي. ونشر صورة أمير قطر وهو يقوم بإلباس ميسي بالعباءة. هنا ميسي هو فرحان جدا وبيرفع الكأس، ودي طبعا صورة تاريخية. انتبهوا أنه لما يذكر الأرجنتين حصلت على كأس العالم إلى آخره، هذه الصورة التي ستدخل التاريخ. هناك صور دائما بتدخل أو بتؤرخ الحدث، مثل دخول شارون للمسجد الأقصى للقدس، هذه صورة الحدث. هزيمة مصر في حرب 67 والعساكر المصريين يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم، وهكذا. فهناك لقطة وزي مثلا في انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، اللي هي الطائرة بتجري والناس بتسقط منها أو بتشعبط في العجلات، واختار الأمريكان آخر صورة لآخر قائد أمريكي ينسحب من أفغانستان ليلا، وهكذا. فالمهم هذه صورة تاريخية، وميسي هو يرتدي العباءة العربية. لكن صحيفة التلجراف البريطانية انتقدت ما فعله أمير قطر وقالت: العمل الغريب الذي حطم أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم. تم إجبار، وهم جاوا منين تم إجبار، ما يمكن هو مبسوط، تم إجبار قائد الأرجنتين ميسي على ارتداء البشت العربي التقليدي عندما حصل على كأس العالم، لكنه سرعان ما نزعه. طبعا هذا أنا وجدت غالبية المعلقين على حساب التلجراف على تويتر تضايقوا من هذا. مثلا واحد مسمي نفسه شارلوت الفرعي قال: رائع، ان ارتداؤه للزي العربي رائع، كان لفتة مهذبة ودودة، كان بإمكانه رفضها إذا أراد ذلك. دعونا لا ندع رهاب الإسلام الداخلي الخاص بك في يلطخ هذا الإنجاز وهذه اللحظة في التاريخ. أيضا بعض المعلقين نشروا صورة ملك بريطانيا لما كان أمير وهو بيزور السعودية وبيرتدي الزي العربي. طبعا منتخب الأرجنتين كان سعيد هنا على تويتر حساب منتخب الأرجنتين قطر 2022 بالتأكيد أيها الملك، ونشروا صورة ميسي وهو يرتدي الزي العربي. أيضا المنتخب الأرجنتيني على حساب تويتر نشر قطر 2022 الصورة التي طالما حلمت بها ونحلم بها، شكرا يا كابتن، ونشر صورة ميسي بالزي العربي مع الفريق الأرجنتيني. هنا أيضا حساب الديوان الأمير القطري نشر صورة الأمير قطر وهو يقوم بتسليم ميسي لكأس العالم. كتبوا: قام سمو الأمير بتسليم كأس أفضل لاعب في البطولة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. هنا الصورة كما نشاهد، هنجد ميسي وهنا رئيس الفيفا، هنا أمير قطر وبيقف بجوار الرئيس الفرنسي ماكرون، وخلفه ناس كده أنا معرفش هم مين، وخلفه موظفات بتوع إيه، اكتبوا حضراتكم في التعليقات. هنا أيضا صور نشرها حساب أمير قطر، ويظهر في الصورة أمير قطر، يظهر الرئيس الفرنسي ماكرون، يظهر رئيس الفيفا، يظهر أمير قطر السابق، ويظهر الرئيس التركي أردوغان. أيضا الرئيس الفرنسي نزل إلى أرض الملعب وهو بيواسي اللاعب اللي اسمه
مبابي لأنه طبعا نتيجة الهزيمة إلى آخره. طبعا هو صورة ماكرون هو فرحان إن هم أحرزوا هدف لكنه اتهزم في النهاية. هنا ماكرون أيضا كما تشاهدون هو بينفعل. وماكرون كتب على حسابه على تويتر: ألف مبروك للمنتخب الفرنسي مسيرته وقدرته القتالية في هذا المونديال، لقد أذهلت الأمة وأنصارها حول العالم. مفيش أنصار لها حول العالم أصلا. مبروك للأرجنتين فوزها. أيضا تظهر الصور ماكرون وهو غاضب طبعا لأنه خلال المباراة، طبعا المباراة كانت على شوطين وحصل تعادل، وبعدين في النهاية خالص وصلوا إلى ركلات الترجيح وهزم المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، وماكرون قعد على أعصابه. والمهم الحمد لله أنه اتهزم، وهذا انعكس على الصور التي التقطها له المصورون الصحفيون. هنا الكاتب من بوركينا فاسو، الكاتب محمد أمين سوادوغو، كتب: فرنسا تأكل الغلة وتسب الملة، تنافس العالم رياضيا بأرجل الأفارقة والعرب والمسلمين، واقتصاديا وعلميا بثرواتهم المنهوبة وأدمغتهم المسلوبة، ثم تنصب نفسها بكل استكبار وعنصرية وصية على معتقداتهم وثقافاتهم وتعليمهم وإعلامهم وسياساتهم وإداراتهم. صدق القائل. ويعني هو لغة بليغة بسم الله ما شاء الله. هنا الرئيس التركي أردوغان قابل إيلون ماسك. إيلون ماسك حضر المباراة بالمناسبة. وهنا المترجمة الخاصة بالرئيس التركي اللي هي فاطمة أبو شنب، هي أبوها عربي أردني أصلا، أمها تركية، هي المترجمة الخاصة لأردوغان. هنا كما نشاهد الصورة، طبعا إيلون ماسك التقى أردوغان في قطر، وهنا فيديو لإيلون ماسك وبعض المشجعين يسلمون عليه. كما أظهرت الصور جاريت كوشنر زوج إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي ترامب، فنجد هنا جاريت كوشنر حضر أيضا المباراة النهائية ومعه إيلون ماسك. وواضح أنه هؤلاء حرس قطري أو شرطة قطرية. نعود مرة أخرى لارتداء ميسي للزي العربي. الكاتب التركي العلماني فاتح الطلاي، وده من أشد معارضين لأردوغان يعني، يقول: بدلا من القميص الوطني الأرجنتيني يرفع ميسي الكأس بأمره أو بزيه القطري الغريب، يمارس الجنس مع كرة القدم مثل هذا. طبعا ترجمة جوه من اللغة التركية صعبة يعني. قطر اشترك كل شيء بالمال، عار عار فظاظة عدم احترام. فرد عليه الصحفي التركي محمد دورماز، قال له: لو كان يهوديا ويرتدي التقية يعني أو القبة كنت ستصفق، أليس كذلك الفاتح المستتر العنصري، إن أنت عندك عنصرية ضد المسلمين يعني. البعض على مواقع التواصل الاجتماعي دعا إلى عدم تأييد ميسي لأن ميسي أصلا يؤيد إسرائيل. ما هي فرنسا أيضا تؤيد إسرائيل يعني، هم كلهم مثل بعض يعني. فنشروا له هذه الصور مثلا، ميسي هو بيرفع النجمة الإسرائيلية كما تشاهدون، ميسي هو بيرفع علم الشواذ، ميسي وهو بيرتدي التقية في القدس، ميسي هو بقى في بداية مشواره مع نتنياهو. واضح ان اي حد يطلع فوق لابد يعدي على اسرائيل يعني. هنا ميسي هو يرتدي التقية اليهودية في القدس في المسجد الاقصى. هنا طبعا صورة للرئيس الفرنسي، طبعا صورة قديمة لكن معبرة عن حالة الحزن، وطبعا الكل بينشرها له الآن. هنا الإعلامي أحمد منصور كتب على تويتر: هزم الفرنسيون بعدما تعهدوا برفع شارة الشواذ إذا فازوا بكأس العالم. فقام أمير قطر بلفتة تاريخية ورسالة مليئة بالحنكة والدهاء السياسي، فتوج ميسي كابتن فريق الأرجنتين بالعباءة العربية البشت، رمز الرجولة والفروسية والشهامة وأمجاد التاريخ العربي، لتبقى رمزا للرجولة والنصر. الأرجنتين وفرنسا. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب عرب الصحراء لضابط المخابرات البريطاني ديكسون. والله ستبكون وأنتم تقرؤون ما كتبوا عن أخلاق المسلمين في الجزيرة العربية، القبائل العربية الأصيلة. هذه ثقافة وهذا يعني ديننا وحضارتنا تستحق أن نفخر بها. انظروا هذه شهادة ضابط مخابرات بريطاني عاش في الجزيرة العربية 30 سنة، كان في الكويت وفي السعودية وقطر والبحرين. ماذا كتب عن أجدادنا وكيف أن التعليم الأوروبي أوصلنا إلى الحضيض. انظروا للفروسية، للأخلاق، للكرم. يعني يقول زوجته ظل 30 سنة
بين القبائل العربية لم يحدث أن أحد تعرض لها بتحرش أو كلمة بذيئة أو شيء من هذا القبيل. ويقول أنه كان يتركها حتى مع نساء القبائل العربية، وعندما كان يعود لها من سفرياته كان يجدها تشيد جدا بأخلاق القبائل العربية. فأرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في ريزات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.